الدنيا بتتغير والمستقبل جايب لنا وظائف ما كانش حد يتخيلها. التكنولوجيا بتتطور بشكل مرعب، والروبوتات والذكاء الاصطناعي داخل في كل حاجة دلوقتي حرفيا، وده معناه ان في شغلانات كتيرة قوي هتبدأ ان هي تختفي، بس برضه في نفس الوقت في شغلانات جديدة وغريبة هتظهر. في الفيديو ده هنتكلم عن اغرب 10 وظائف البشرية هتحتاجها في 2050، واستعنا بشات جي بي تي عشان يدينا تنبؤات بالشغلانات دي بناء على كم المعلومات الرهيب اللي موجود عنده. هرتبهم لك من الاقل اهمية للاعلى اهمية، لان حرفيا اخر 3 وظائف محدش يتخيل ان في حد ممكن يشتغل الشغلانات دي. خلينا نشوف ايه هي الوظائف او الشغلانات دي بس بعد الانترو. السلام عليكم. نبدأ بأول وظيفة معانا واللي بصراحة ما استغربتهاش كتير، وهي مصلح الروبوتات المنزلية. في المستقبل هيكون في ناس بتصلح الروبوتات اللي شغالة في البيوت، من الآخر كده هيكون ميكانيكي روبوتات. تخيل عندك روبوت في البيت بينظف وبيكنس وبيغسل وبيعمل كل حاجة، لكن فجأة باظ. طبعا هتحتاج حد في صيانة الروبوتات عشان يبدأ ان هو يشغل الروبوت ده مرة تانية. على فكرة الشغلانة دي هتبقى مهمة جدا، لان في المستقبل مفيش بيت مش هيبقى فيه روبوت. وما تقوحش وتقول لي يعني خلاص اتكسحنا عشان الروبوت هو اللي يعمل لنا كل الشغل بتاعنا. جدي وجدك برضو ما كانوش مقتنعين بفكره التليفون لحد فتره قريبه، ولقوا انه بيوفر عليهم وقت ومشاوير طويله. نعلى بقى بالليفل شويه وندخل على الوظيفه اللي بعد كده، فنان التعديل الجيني. دلوقتي في ناس بتعدل الصور بتاعتها عادي جدا بالفوتوشوب، بتحط بقى لان شعرهم اصفر وعينهم خضراء او اطول او اعرض عشان يبان ان هم شكلهم احسن. في المستقبل بقى الناس تقدر تعدل الجينات بتاعتها. ده مش كلامي على فكره، ده كلام شات جي بي تي. على كلامه ان الشغلانه دي هتكون متخصصه في تعديل جينات البشر، يعني تبقى اذكى، تبقى اقوى، او حتى تبقى صحتك احسن. على حسب كلامه ان الوظيفه دي هتكون متخصصه في تعديل الجينات البشريه، يعني ممكن حد يطلب تعديل في الدي ان ايه بتاعه انه يبقى اطول او اذكى او حتى اقوى. الشغلانه دي بصراحه هتكون مثيره جدا، هتفتح باب جدل اخلاقي كبير. نروح للوظيفه اللي بعد كده، محلل بيانات الاحلام. تخيل معايا يكون عندك جهاز في البيت بيسجل الأحلام بتاعتك، لا ومش بس كده، ده بيعرضها كمان عليك كأنها فيلم بالظبط. في تنبؤات وبوادر اختراعات بتقول إن الجهاز ده ممكن يكون حقيقة فعلا في المستقبل. وهنا بقى يجي دور محلل بيانات الأحلام. الشخص اللي هيشتغل ده هيكون مسؤول عن فهم الأحلام دي وتفسيرها، سواء بقى لأغراض علاجية للناس اللي عندها كوابيس أو حتى اضطرابات في النوم، أو ممكن كمان للترفيه، إنك تروح للشخص ده يحلل لك الحلم ويقول لك إيه المعنى الحقيقي للحلم ده. وده أكتر شغلانة أنا شايفها فكسانة بصراحة، لأن أصلا 3/4 أحلامنا بتكون استرجاع لذكريات قديمة من العقل اللاواعي. ده غير انه هيعمل مشاكل نفسية كتير من كتر التفكير في مواضيع ملهاش اي وجود على ارض الواقع. يعني مثلا نفترض انك حلمت حلم، وفي الحلم ده حد من قرايبك او اهلك او صحابك أذاه. اتضح أصلا إنك في الواقع شخص طيب ومسالم وبتتعامل مع كل الناس بهذا الأساس، ولما جه الشخص ده يحلل لك الحلم هيقول لك ده السبب بتاع طبعك اللي هو الطيبة، فأنت بناء على التحليل بتاعه ممكن تغير الأسلوب بتاعك أو الطبع بتاعك مع الناس. نروح للوظيفة الرابعة وهي مصمم المناخ. بعيدا عن إن هي وظيفة إلحادية شوية، لا هي مش شوية، هي إلحادية فعلا، لأنهم بيحاولوا يغيروا في المناخ بتاع الكون وتقليل الكوارث بدون وضع في الاعتبار ان في ربنا وان بايده كل شيء. ودينا شفنا دولة كبيرة زي الولايات المتحدة اللي مصنفة نفسها ان هي اكبر دولة عظمى في العالم، ولاية موجودة فيها اتفحمت في اقل من اسبوع. نروح للوظيفة الخامسة، متخصص في الاخلاق الرقمية. طبعا الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة، بس هل هو امان؟ هل ممكن يتحكم فعلا في حياتنا ويأذينا؟ هنا يجي دور متخصص الاخلاق الرقمية، وده شخص هيكون مسؤول عن مراقبة التكنولوجيا عشان يتأكد انها بتشتغل بشكل اخلاقي وانها في صالح البشر مش ضدهم. اضرب لك مثال، لو شركة بتستخدم ال AI لاختيار الموظفين، لازم نتأكد انه مش بيظلم حد بسبب جنسيته او حتى لون البشرة بتاعته. وانا شايف ان الشغلانة دي هتكون مهمة جدا عشان نتأكد ان ال AI بيخدم البشرية مش بيتحكم فيهم. الوظيفة رقم 6 معانا، مهندس اعضاء بشرية مطبوعة. لو حد احتاج زراعة كلى او كبد او حتى قلب في 2050، الموضوع هيكون متغير خالص عن دلوقتي، لان التطور هيوصل بينا لدرجة ان الحاجات دي ممكن ننسخها عادي جدا بدل ما نجيب متبرع. العلماء دلوقتي شغالين على استنساخ الاعضاء البشرية دي بشكل فعلي. الاستنساخ ده هيكون في 2050 جامع بين الطب والتكنولوجيا، والشخص اللي هيشتغلها هيكون مسؤول عن طباعة اعضاء جديدة للناس اللي هي محتاجة الاعضاء دي بدل ما يكون في متبرع. نيجي بقى للوظيفة رقم 7، مصمم ذكريات رقمية. تخيل تقدر تحمل على دماغك ذكريات جديدة، مثلا كأنك زرت بلد عمرك ما زرتها قبل كده، أو جربت مغامرة عمرك ما عملتها. التكنولوجيا المستقبلية ممكن تخلي ده حقيقة فعلا، ووقتها البشرية تبقى محتاجة شخص لمصمم الذكريات الرقمية دي. الشغلانة دي هتبقى عاملة زي بالظبط المونتاج كده، بس مش للفيديوهات،
هتبقى للدماغ. الشخص اللي هيشتغل الشغلانه دي هيكون مسؤول عن تصميم ذكريات سعيده وممتعه، زي بقى انك رحت رحلات وسافرت اماكن عمرك ما رحتها وكل الكلام ده، او حتى يكون علاج للناس اللي عندهم ذكريات سيئه، بالظبط زي اللي حصل في فيلم الليمبي 8 جيجا لما الدكتور مسح له كل الذكريات القديمه وبدلها له بمهارات عقليه عاليه تخليه يعمل ذكريات احسن. وعلى فكره الموضوع ده قرب جدا، مش هيكون بعد فتره طويله ولا حاجه. ايلون ماسك شغال على الفكره دي من 2017 وبيطور فيها يوميا بشكل كبير جدا. الوظيفه رقم 8 مرشد سياحي للواقع الافتراضي. عارف لما تحجز رحلة وتسافر بلد جديدة؟ طيب تخيل بقى بدل ما تسافر بطيارة تبقى قاعد مكانك على الكرسي ولابس نظارة بتلففك أي مكان أنت نفسك فيه. بس عشان التجارب دي تكون ممتعة أكتر ومسلية أكتر لازم يكون في مرشد سياحي للعالم الافتراضي ده، شخص كده بيكون شاطر في تقديم المعلومة للأماكن اللي أنت المفروض بتزورها. مش عارف ليه شات جي بي تي محسسني إن إحنا هنبقى في فيلم خيال علمي مش في 2050، بس خلينا نكمل. الوظيفة رقم 9 ودي وظيفة كوميدية شوية، مستشار علاقات بين البشر والروبوتات. لما سألت شات جي بي تي عن تبريره انه يذكر وظيفة زي دي لأكتر الوظائف الغريبة في 2050، قال إن في المستقبل البشر والروبوتات هيعيشوا أكتر مع بعض، سواء بقى في الشغل أو في الحياة اليومية. وهنا يظهر شغل جديد وهو مستشار العلاقات بين البشر والروبوتات. الشخص ده هيكون متخصص في المشاكل اللي بتحصل بين البشر والروبوتات. يعني مثلا واحد متضايق من الروبوت بتاعه إنه ما بيسمعش الكلام، أو بيقول له على حاجة وما بيعملهاش بشكل صح، أو شركة عايزة الروبوت بتاعها ده يتواصل مع الموظفين بشكل أحسن. دكتور علاقات يعني، بس مش بين البشر وبعضهم، هيكون بين البشر والروبوتات. الوظيفة العاشرة والأخيرة مصمم ملابس ذكية. دلوقتي بقى عندنا ساعات ذكية وموبايلات متطورة، لكن في المستقبل الهدوم نفسها هتكون ذكية. وهنا هيجي دور الشخص ده اللي هتكون مسؤوليته تصميم هدوم بتعمل حاجات خرافية، زي انك تغير شكلها او لونها بمزاجك، او تولد طاقة من الحركة بتاعتك عشان تشحن الموبايل بتاعك، او حتى تتحكم في درجة حرارتها على حسب الجو. معرفش بصراحة اللبس ده لو باظ او حصل له عطل وانا لابسه النتيجة هتكون ايه، بس ماشي. وبس ده كان رد شات جي بي تي عن اغرب 10 وظائف ل 2050. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر وظيفة عجبتك وايه اكتر شغلانة مستحيل تشتغلها، ولو عجبك الفيديو لايك واشتراك عشان تشوفني تاني.